معاكم عبد الرحمن هشام وحلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن السامسونج اس 24 الترا. عادة لأي جهاز سامسونج بيجي تلاقي نازل ب100,000 جنيه، وهوب نزل ل60,000 جنيه، فرق أسعار رهيب جدا. شفت عروض عليه ب55,000 وب45,000، وأعتقد إن هو يعني لسه الناس ملحقتش تشوفه أصلا. فالجهاز يعتبر تحفة جدا، لكن سعره مبالغ فيه. شفنا الانبوكسنج بتاعه شوية كده، هنحاول نجيب الاستخدام. لكن نصيحة ان انت تشتريه او ما تشتريهوش، اكيد برضو لا. او يعني ممكن تجيب الاس 23، بس هما لاعبين لعبة يقول لك اصل ده اي. اصل الاي اي ده يا جماعة سوفت وير مش هارد وير. بس انا بتاع سوفت وير، فانا ادعي ان انا فاهم الحتة دي شوية. يعني اصل هو سوفت وير، نزل سوفت وير يدعم الموضوع ده وخلاص. ايه اللي اصل بالقلم تعمل كده تلاقيها. لا نشتغل بعض. فما اعتقدش ان انت ممكن تجيبه. هات الاس 23 الترا، اعتقد ان هيبقى اقل بكتير جدا يعني. ممكن مميزات اللي ظهرت فيه ان هو مع الكيرف ده خلاص خلصنا منه بقى. خلصنا منه، ده حاجة يقرف الصراحة يعني. طبعا القلم حصل فيه حبة تحسينات ومش عارف ايه الكلام ده كله، لكن في نفس الوقت هو يعني استخدامك ليه مش على طول. ان هو ياخد حيز من الجهاز ده برضو ما كانش بالنسبة لي فكرة كويسة يعني. بس خلينا نتكلم على بقية الحاجات. الجهاز السلسلة بتاعته من اس 24 ل 24 بلس ل 24 الترا، ده بيبتدي من $850 لحد 1000 وشوية. الجهاز بيجي ب5000 ملي امبير، والديسبلاي بتاعته حاجة اسمها ال تي بي او دايناميك ال تي بي او اموليد. تمام. الجهاز قيمة مقابل سعر؟ لا خالص، مش شايفه قيمة مقابل سعر. اللي شايفه ان هو كويس، لكن السعر بتاعه يعتبر مبالغ فيه، اللي هو الاس 24 العادي. مسكته كان مسكته كويسة. البرفورمانس بتاعه احسن، مش احسن يعني، البرفورمانس بتاعه كويس. كل حاجة فيه كانت كويسة جدا، بس سعره كان 40,000 جنيه، فده كان يعني بالنسبة لي اوفر برايس جدا ادفع 40,000 جنيه في جهاز زي ده. الجهاز بيجي ب 12 جيجا رام كالعادة. خلاص 8 ننساها في السامسونج، طبعا بسبب السوفت وير بتاعهم. الكاميرا بقى الأمامية بنتكلم في 200 ميجا بكسل و900 ميجا بكسل ومش عارف 100 اكس زوم ومش عارف ايه الكلام ده كله. الكلام ده احنا يعني الأرقام أكتر حاجة ممكن واحد يلعب بيها. يعني أجي أقول لك النهاردة الكاميرا 900 ميجا بكسل، والله أنا حاططها لك على تليفون يقرف أصلا، فأنت هتروح تجيبه ليه؟ يعني أنا لسه شايف تليفون هعمل لكم عليه ريفيو حوالي فيه 12 كاميرا تقريبا ولا 24 حاجة كده، مش فاكر الرقم قوي، بس يعني في كاميرات كتير جدا. طب يعني يا ابني انت بتعمل ايه بكل الكاميرات دي؟ ما تفهمش. تشوف بقى الكواليتي بتاع الصورة اللي طالع، نوكيا كانت بتصور احسن منه حرفيا. فهو مش بالارقام، مش بالعدد، مش باي حاجة. كواليتي الصورة يعني، احنا دلوقتي بنصور بالسينماتريك مود بتاع ابل، تحفة. مدين له اضاءة الدنيا زي الفل. حتى لو صورت بالليل برضه هتلاقي زي الفل. كده كده هكلمكم على ال 15 برو ماكس في فيديو من الفيديوهات، بس استخدمه اكتر. كان معاكم عبد الرحمن هشام، واشوفكم في حلقة جديدة من ريفيوهات سوفتات. الله، السلام عليكم.